الاسماك كلها اللي تتعمل مقليه هقول لكم عليها دلوقتي. اول حاجه معانا الناجل الحر، وده طبعا ملك السنجاري وملك المقلي والمشوي والصواني والشرب. شكله حلو قوي واعلى قيمه طبعا موجوده في البحر الاحمر. هنروح دلوقتي للطراد ونعرف الفرق ما بينهم، ولكن معانا برضو الهامور، هو كمان برضو ملك السنجاري والمقلي والشرب. ناس بتقول على الكبير منه الفرخ توين، وفي ناس برضو في الخليج بيقولوا عليه وقار. ومعانا بقى البهار، بيتنضف ويتقطع جزل ويتعمل منه الصواني، وبيتعمل منه برضو الفيليه المقلي والمشوي والشرب. اما ابو كحله مثلا او الرباق ده علاجه ان يتعمل مقلي. اما ملك الجزل بقى وهو حبيب القلوب الدراك، يا سلام على جماله كده لما يتقطع جزل ويتشوي على الجريل، ويخش برضه في الصواني بالبطاطس ويتعمل مقلي. اما الكاليماري شرب وطواجن ومشوي ومقلي. ويلا بينا كلنا مع بعض نذكر الله ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كده في التعليقات، ونحمد ربنا على كل نعمه احنا شايفينها. هنا برضه الناجل الحر اهو، ركزوا الشرط اللي على ظهر السمكايه. اما هنا برضه الطراد نقط فقط، يبقى الفرق ما بين الناجل الحر والطراد هي الشرط اللي موجوده على ظهر الناجل والنقط اللي موجوده على ظهر الطراد. الناجل والطراد يتعاملوا مقلي جزل، ويتعاملوا فيليه مقلي ومشوي، ويتعاملوا شرب، ويتعاملوا صواني، ويتعاملوا سنجاري في منتهى الجمال. اما الجرم بياض ما يتعملش الا مقلي، لحمته ناشفه حبتين. عشان كده لما تكون السمكيه كبيره بالشكل ده كده بنفتحها سنجاري على 2 بالطول، ونبدا نقطعها جزل وتتعمل مقلي او تتعمل صواني. ويعني لو عايزين نجربها كده على الجريل زيت وليمون شغاله يا جماعه. يلا بينا نكمل حكايتنا بقى ونروح للخرمان. السمكه ديت شكلها طويل اهو، بتتنضف كده تتقصقص يعني وتتقشر، وتبدا تقطعها جزل كده وتاخدها بقى تعملها اما مقلي او تعملها زيت وليمون على الجريل. اما البوري بقى بيتعمل كل حاجه سنجاري وزيت وليمون ورده وكل شيء شغال البوري. نروح بقى للمحسن والشعور اللي هو ده. المحسن مقلي جزل فقط، اما الفنوس او الكوشر او الهامور برضه شغال سنجاري وشرب، والمقلي طبعا افضل في الشعور. اما الشطف او الكاترينا برضه شغاله مشوي وشغاله مقلي. اما حبيب الالوف في الشرب ملوش مثيل برضه هو البكلاويز، او بالخلطه اسكندراني كده على الجريل بيبقى عظمه. اما الاخطبوط بقى يا جماعه لما يتسلق كده وتاخده تشويه على الجريل او يتعمل طاجن فما فيش بعد ده يا جماعه بروتين. ملك البحر بقى يا جماعه شغال مشوي ومقلي وطواجن وشرب وكل حاجه. شايفين؟ الله يا سلام على الجمال. الصرنباك يا جماعه لما يتعمل برضو كده يتسلق ويتعمل طاجن. هنا برضه ابو شراره ملك الشوي في الرده، والكحيه ملكه الشوربه والمقلي، وعملنا لها فيديوهات قبل كده، وان شاء الله هنعمل فيديوهات لكل انواع السمك وطريقتهم وانواعهم. هنا برضه الشعور والاسماك الحلوه. يلا نعمل متابعه ونحط لايك جميل للفيديو ده كده، ونقول راينا في التعليقات انهي افضل نوع سمك شفتوه. وقريبا هنتكلم عن المكرونه المقليه ديت فقط، هنعمل لها فيديو مخصوص، انتظروا. يلا اللي شاف معايا الفيديو ده كده يدعمه باللايك والتعليق الجميل، ويا ريت نشاركه للغير عشان في ناس كتيره قوي كانت طالبه مني الفيديو اللي شكل كده. وهنا بقى الشعور الحر. شايفين؟ الله يا سلام على الجمال. اشوفكم على خير، دمتم في امان الله.